ورجعت لكم بفيديو جديد على قناة مختصر الأفلام. قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. فيلمنا النهارده بيبدأ يا صديقي في عالم خيالي مليان بهجة وألوان، عالم تحسه طالع من قلب أفلام ديزني. وفي وسط المشهد ده بنشوف بطلنا كي قاعد في نص المدينة بيرسم ملامح واحدة من البنات قدامه. من أول نظرة بنحس قد إيه هو موهوب ومبدع، ورسمه مش بس حلو، ده تحفة فنية. والموضوع بالنسبة له مش مجرد هواية، لا هو بيرسم عشان يعيش. كل لوحة بيخلصها بتكون رزقه اللي بيقبضه، وأثناء ما هو مندمج في الرسم فجأة بيدخل عليه واحد بعربية فخمة آخر موديل ومعاه بنت، واللي بنتصدم لما بنعرف إنها حبيبة كيه القديمة واسمها سو، وإن الراجل ده اسمه كانج. وظهوره في حياة بطلنا مش صدفة أبدا، لأنه ما بيطيقش بطلنا وما بينهم مصانع الحداد، وبيكون جاي مخصوص مكان رزق بطلنا عشان يقل منه قدام سو، وبيرمي عليه الفلوس وبيقول له ده مقامك، بتقعد اليوم كله عشان تطلع بالمبلغ ده وأنا بجيبه في ساعة، خد يا فقير. فبيحس كده بالإحراج ومش بيكون عارف يرد عليه، فبياخد الفلوس وبيلم حاجته وهو اللي يجي منه أحسن منه، وبيروح يركب العربية بتاعته. وبنشوف العربية اللي القطر دايس عليها وحالتها صعبة خالص مقارنة بعربية كانج اللي بتبقى آخر موديل. وبيقول للإكس بتاع بطلنا بص أنا فين وهو فين، شفت الفرق وإنك اخترت صح، أنا جبتك بس عشان أعرفك مقام الإكس بتاعك. وطبعا ده كلام ما يطلعش إلا من واحد عنده نقص. وبيرجع بعدها كيك القرية بتاعته اللي مليانة رسامين وفنانين زيه، وكأن القرية معمولة عشانهم. ويا دوب بيقرب من بيته بيلاقي صاحب البيت في وشه وعاوز منه الإيجار، وبيتكلم معاه بقلة ذوق. وتقريبا كده بطلنا عايش ملطشة للكل، واللي رايح وجاي بيهزق فيه. المهم بطلنا عشان يخرج صاحب البيت بيرمي له الفلوس في وشه وبيقول له فلوسك اهي ما تصدعناش، فبياخد منه الفلوس وبيقول له دول بتوع الشهر اللي فات، فين فلوس الشهر الجديد؟ فبيعمل بطلنا نفسه من بنها وبيكمل في طريقه. فبيروح صاحب البيت خبطه بازازه الميه، فبطلنا بياخدها وبيقول له كتر خيرك، انت عارف طن البلاستيك عامل كام دلوقتي؟ وبيحطها مع البلاستيك اللي بيجمعه، وبيدخل لمعرض كبير عشان يحقق حلمه ويخلي صاحب المعرض يتبنى موهبته. ولكن كالمعتاد صاحب المعرض بيرفض لانه شايف بطلنا ما عندوش موهبه، وان كان عنده موهبه عنه. فبيديله بطلنا الفلوس اللي معاه وبيقول له خد الفلوس دي واعرض رسوماتي في المعرض. فبياخد صاحب المعرض الفلوس منه وبيقول له بس دول ما يعملوش حاجه. فكي بيقول له اعتبرهم عربون والباقي بعد المعرض، لكن الراجل مش بيوافق لانه عارف ان بطلنا على الحديده، وبيقول له ما فيش منه يا باشا لا موهبه ولا فلوسي، يبقى ما فيش معرض. فبيقول له بطلنا طب هات الفلوس بتاعتي. فبيرد عليه صاحب المعرض باستحقار وبيقول له ده عندها دي فلوس من المعرض اللي فات، وبيسيبه وبيمشي. وفي الوقت ده لين حبيبه بطلنا بتكون شغاله مدلكاتيه، وبنعرف انها عاميه، ودي الشغلانه الوحيده اللي تنفع معاها، وعشان هي عاميه مش بتسلم من رخامه العملاء عليها وبتحاول تسكتهم. لكن مره واحده المكان بيبقى هص هص، وده لان بطلنا جه، واول ما العملاء بيشوفوه بيكونوا هيخلعوا، لكن هو كمان بيرخم عليهم ولسه بيقول لهم مش عيب كده يا فندم منك ليه، بيمسحوا بيه بلاط المكان. وبيروح على بيته وهو متشلفط وبتقعد لين تعالجه. فبيقول لها شفت حبيبك وهو بيزعق لهم؟ فبتقول له طبعا اسد ابن اسد، بس ما تتخانقش تاني عشان اخاف عليك تموت حد وتتسجن، نعذرها عمية ومش عارفه اللي فيها. المهم بيكمل هو كذب وبيقول لها ده انا حطيت عليهم. وبعدين بيقول لها مش انا هبطل النهارده وجبت لي الجزمه بكعب ازاي ما بتتمني، يلا ان شاء الله مع حد حوش. فبتفرح جدا لان عمرها ما لبست كعب وبتلبسها وبتبقى طايره من الفرحه، وبتطلب منه يرقص معاها. فبيقوم يرقص وهو بيتوجع من العلقه اللي خدها، لكنه بيكون مبسوط وهو شايفها مبسوطه. ومره واحده بيبص فوق بيلاقي صاحبه كان في وشه، فبيقول له غمض عينك إيه اللي جاي مش بتاعك. فبتتصدم لين وبتقول له يا مصيبتي ايه جابه هنا ده. فبيعرفها انه اتطرد من بيته وهيقعد معاهم فتره عبال ما يلاقي زريبه لامه. فبتقول له طب ارقص مع صاحبك بقى وانا هروح انام، وبتخلع منهم وبيطلع هو وصاحبه على الروف يشربوا عصير ليمون ويحكوا همهم لبعض. وبيعرفوا وقتها كأن صاحبه بيحب واحده بتطلع تقول كبسه كبسه. فبيقول له ده انت دماغك صحيحه خالص ربنا يتولاك. ومن كتر الشرب بيناموا. وبيصحى كده على حركه غريبه في المكان، وبيتصدم لما بيشوف مركبه فضائيه وفضائيين على الارض. فبيستخبى عشان يتفرج عليهم ولسه هيصورهم. الفلاش بيفضحوا والفضائيين بيختفوا، بس بيقع منهم قلم فبيروح ياخده وهو مستغرب من اللي شافه. وبيصحى تاني يوم الصبح بيلاقي نفسه على سريره وصاحبه قدامه. فبيقول له شفت اللي انا شفته امبارح، ولسه بيوصف له اللي شافه. فبيقول له صاحبه انت شكل الشرب اثر عليك. وبعدين بيقول له بص وراك كده مش دي نفس الرسمه اللي انت رسمتها؟ ما تحطهاش فوقك تاني بقى. وبياخدها وبيرميها فوق السرير. فبيصدق كأنه كان بيحلم فعلا، لكن اول ما بيتحرك بيلاقي القلم اللي شافه امبارح على المكتب بتاعه. فبياخده وبينزل يشتغل وبيقعد كالعاده يرسم واحده، لكن هو بيرسم عشان متعوس القلم بيتكسر منه. فبيكسل يبريه وبيقعد يدور على قلم نفس اللون لكن مش بيلاقي، وهوب بيشوف القلم بتاع الفضائيين. فبياخده وبيبريه مكان الاول. ايه لازمتها اللفه دي؟ المهم انه بيجرب القلم وبيرسم شكل عشوائي على ورقه خارجيه، ولسه هيدب بالقلم في الرسمه بيلاقي الشكل اللي رسمه بيتحرك وبياخد مكانه حجر. فبيستغرب وبيرسم تفاحه عشان يتاكد، لكن الغريب انها بتظهر بجد وبياكل منها كمان. فبيحس ان في حاجه غلط وبيلم حاجته وبيطلع يجري على صاحبه وبيسحبه ورا زي الحمار على البيت وبيحكي له اللي حصل. فصاحبه بيحس انه تعبان وبيقيس حرارته وبيقول له انت شكلك ساخن روح اتعالج بسرعه احسن حالتك بقت صعبه خالص. بطلنا بيقول له طب ارسم لك حاجه قدامك عشان تصدقني. فبيقول له كيم ايوه ارسم لي سبيك الدهب عيار 24 وتوصى. فبيقول له بس كده وبيروح يرسم له مكعب بحاله لكن مش بيتحول. فبيقول له كيم مش قلت لك انك تعبان روح اتعالج وسيبني في حالي. وبياخد منه الرسمه وبيرميها من الشباك. وهو بيسمعوا اللي بيزعق بره. فبيبصوا بيلاقوا عمك حزن لصاحب البيت عمال بيصيح عشان في طوبه وقعت عليه فتحت له قرنه ولسه بيشيلوا الطوبه. وبيقول لهم اكيد انتم من
اللي عملته كده، ولسه هيكمل كلامه بيلاقي اللي بيلمع في ايده، ولما بيركز بيعرف انها سبيكه ذهب، فبيغوطها وبيمشي وبيقول لهم لا اكيد مش انتوا، ده انتم فقراء. وهما بيدخلوا البيت وبيطلب كلمه بطلنا يرسم سبيكه اكبر، فبيرسمها وبيقعدوا هما الاثنين يتحمرشوا بالسبيكه، وبعدها بيقرر بطلنا يرسم قصر بدل عيشه الفراخ اللي عايشين فيها. وهم بيظهروا القصر في نص عالم ديزني بتاعهم، وبيبقى الكل مصدوم، والحكومه بتيجي وبيكونوا مستغربين من اللي حصل عشان ما بقالهمش كتير سايبين المكان عشان يظهر في قصر ياخد اقل حاجه 3 سنين شغل. وبيحاولوا يدخلوا القصر لكن من غير فايده، وبيقف بطلنا مع صاحبه وبيحاولوا يدوروا على استيكه يمسحوا بيها اللي رسموه، يمكن القصر يختفي لكن مش بيلاقوا استيكه. وبيكتشف وقتها بطلنا زرار في القلم، ولما بيشغله بيعرف انه شفاط فبيمسح بيه الرسمه، وفعلا القصر بيختفي وسط ذهول الكل. وبيعمل انه مصدوم هو وصاحبه عشان ما يتكشفوش، وبياخدوها طياره على البيت. واول ما بيدخل البيت كين بيجري وهو متحمس وبيرسم ورقه فيها مبلغ 200 مليون، متخيل انها هتظهر قدامه زي باقي الرسومات اللي عملها. لكن الغريب ان المره دي اللي بيظهر مش فلوس، مجرد ارقام ملهاش معنى. ساعتها بيتضايق جدا، لكن بطلنا بيرد عليه بيقول له وسع حبيبي الفنجوخ المجره، انت مالكش في الرسم، خلي الفنان ياخد فرصته. وكين بيسمع الكلام وبيبدا بطلنا يرسم ويفنن، وفجاه هوب المكان كله يتملي فلوس حواليهم لدرجه انهم بيغرقوا فيها. وبعد شويه بيجي صاحب البيت عم حزن ويبدا يتخانق مع الجيران تحت، وبيقول لهم انتوا كلكم فقراء، لا حد بيدفع ايجار ولا حد حتى شايل زبالته من قدام البيت. فواحده من السكان بترد عليه وبتقول له اهدى شويه يا عم، احنا عايشين هنا بفلوسنا. لكن هو طبعا ما بيسكتش وبيبص لها بقرف وبيقول لها بس انت بالذات مقضيها لعب وضحك مع الشباب واحنا ساكتين لك. وبينادى على بطلنا كده عشان يهزاه هو كمان، بس فجاه بطلنا صاحبه بيظهر قدامه بلبس شيك قوي كانه طالع من فيلم من افلام التسعينات، وبيقرب منه وبيبص للراجل من فوق لتحت وبيقول له بكل ثقه من النهارده ورايح تقول لي يا فنجخ المجره كيه باشا بيك الكبير قوي. فصاحب البيت اول ما بيشوف بطلنا متشيك كده بيتصدم وبيقول له انت مش حران بلبس القطب الشمالي بتاعك ده؟ فبطلنا بيبتسم وبيقول له حران ها لا يا حبيبي، وبعدين الحر سايبينه للناس الفقراء، احنا لما بنتحر بنشغل التكييف ويا دوب بيحرك ايده وبيجي له تكييف لحد عنده. فبيتصدم عمك حزن، لكن صدمته بتكون اكبر لما بيشوف بدل الشنطه مليون شنطه مليانين فلوس، والفلوس عامله زي السيل. وبعدين بيقول له خد فلوسك وبزياده، وده ايجار 100 سنه قدام. وفي اللحظه دي كان بيمسك ميكروفون وبيتكلم مع السكان بصوت عالي وبيقول لهم اسمعوا حضرات، انا وفنجخ المجره دفعنا لكم ايجار البيت كله ل 100 سنه قدام. فالناس كلها بتسقف وبتفرح، وصاحب البيت بيقف مذهول مش مصدق اللي حصل. واللي اغرب ازاي بطلنا فجاه بقى غني قوي في فتره قصيره كده. والاغرب من الفلوس ان بطلنا فجاه بيجيب عربيه اخر موديل، وكيم صاحبه كمان بيجيب عربيه اخر موديل. ومش كده وبس، دول كمان بيجيبوا عربيه مخصوص للكلب بتاعهم. ومن هنا حياتهم بتتشقلب 180 درجه، وبعدها بيقرروا يروحوا مكان علشان يشتروا بيت كبير يليق بيهم. وهناك بالصدفه بيقابلوا حبيب بطلنا القديمه سو ومعاها العدو اللدود بتاع بطلنا كانج. واول ما بيشوفوهم بيطلبوا منهم ياخدوا ساتر لانهم جايين يشتروا مش يتفرجوا زيهم. وبيقف بطلنا وعينه مليانه ثقه وبيبص حوالينه لحد ما بيلاقي افخم قصر موجود في المكان وسعره 40 مليون. ومن غير ما يفكر كتير بيقرر ان هو ده اللي عايزه. وكيم طبعا ما بيتاخرش وبيختار قصر جامد جموده ما يقلش عن قصر صاحبه في اي حاجه. والاغرب من كل ده انهم بيدفعوا الفلوس كاش في ساعتها قدام عيون سو اللي بتبقى مصدومه ومش مصدقه ازاي بطلنا اتحول للدرجه دي في وقت قصير. وطبعا بقى صديقي في اللحظه دي العدو اللدود كان بيبقى مولع من الغيظ وقلبه بيتقطع، وهو شايف بطلنا بيتربى على القمه قدام عينه. وبطلنا بيسيبهم بقى يولعوا وبيروح ياخد حبيبته ريم على القصر الجديد اللي اشتراه مخصوص علشانها، وبيقف معاها قدامه وبيسالها وهو مبتسم تتوقع ايه اللي قدامك دلوقتي؟ فبترد عليه وبتقول له القصر اللي ب 40 مليون صح، ما المنطقه كلها بتتكلم عنك وعن اللي بتشتريه اصلا. فساعتها قلبي كده بيقع وبيحس ان المفاجاه اتحرقت، بس ما بيستسلمش وبيكمل خطته وبيدخل معاها الممر الطويل اللي كان مليان معازيم بيباركوا لها على القصر. وعلشان ليه ما بتشوفش بيشرح لها بطلنا كل حاجه، ده غير الموثقه اللي مش بتعمل حاجه غير انها توصف المكان وتقول كل حاجه فيه بكام ومنين والرخام بيلمع ازاي، ولا كانها بتوصف مغالطه على بابا مش قصر. المهم بيقف بطلنا قدام لين وبيقول لها بصوت متاثر انا بشكرك انك وقفت جنبي في اسوأ ايام حياتي. وبينزل على ركبته فجاه وبيقول لها تتجوزيني. لكن قبل ما تلحق تجاوب بتدخل صاحبه كيم بتاعه اللايفات وكبسوا وبيعرفهم كيم عليها. ولما بيجي كي يسلم عليها كيم مش بيوافق عشان حمشه ده محامي شط نار. المهم بيلف وش بطلنا قدام لين وبيقول له كمل وخليك مع الحته بتاعتك، بس شكلها ما فيهاش كمل لان لين بترفض وبتمشي وبتوع، بس بيساعدها بطلنا وبيجري وراها وبيقول لها ليه رفضتي؟ فبتقول له انا مش عايزه حد يتعاير بيا، انت دلوقتي غني والناس كلها شايفاك فوق وانا كفيفه. فبيقرر كيف في الوقت ده يفضح نفسه وبيقول لها انا مش غني ولا حاجه، ده كله رسم، انا رسمت ده كله. ولسه بتقول له انت حققت ده كله علشان موهوب والناس بتحب رسمك. قطعها وكمل هو بيقول لا ده كله وهم، انا لقيت قلم النجوم السحري وده بيحول كل حاجه برسم الحقيقه. فمش بتصدق وبتحس انه بيكذب عليها عشان كده بتطلب منه يرسم عينيها عشان تصدق. فبيقول لها بس كده هو مش اي عيون، هرسم لك عيون فاتن حمامه. وبيدخل بيها القصر هو وصاحبه وبيقعد 6 ساعات يرسم في عيون اجمل فنان عندهم لحد ما بيخلص، وبيبقوا متحمسين يشوفوا ليه مفتحه. لكن المفاجاه بتحصل بجد، اول ما الرسمه بدات تتحول لحقيقه العيون ما ظهرتش عند نيل، لا ظهرت على كتف كيم اللي قعد يصرخ زي العيال ويقول لبطلنا يمسحها بسرعه قبل ما يقطع الخلف. فبيجري بطلنا يمسحها وده كله بتكون مين فاكرهم بيلعبوا معاها ولسه هتمشي. بيوقفها وبيقترح كيم فكره مجنونه وهي انهم يرسموها من اول وجديد كانها تولد التاني. والفكره شدت بطلنا جدا وقرر ينفذها وبدا يرسم ملامح
ملامح لين كاملة في الورق، لكن في اللحظة دي لين قررت تسيبهم وتمشي عشان بتبقى فاكراهم فاضيين وبيكدبوا عليها، لكن وهي خارجة من الباب فجأة بتختفي، وبطلنا تصدم وبص للرسمة قدامه ولقاها بتتحرك وبتتحول لحقيقة، وفجأة ظهرت لين قدامهم من جديد لكن المرة دي مختلفة بعينيها الجديدة وهي شايفة الدنيا لأول مرة. بس في نفس اللحظة حاجة غريبة حصلت، الأخبار كلها قلبت والإسعاف بينقل ممثلة مشهورة للمستشفى لأن عينها اختفت فجأة، ومن بعدها الدنيا اتقلبت والشرطة بتجمع بلاغات غريبة جدا، منهم القصر اللي اختفى فجأة من مكانه، وواحد بيقول عربيته اختفت وهو راكبها مع حبيبته، وفجأة لقوا نفسهم حاضنين الأسفلت وبيتزحلقوا لحد ما اتسلخوا، والظابط بيشوف فيديو البنك والفلوس بتختفي قدام الكاميرات وكأنها مقصوصة، لكن الغريب إنها مش مقصوصة، كأن حد لابس طاقية الإخفاء سرقهم، ووقت ما هم بيراجعوا البلاغات دي بيدخل عليهم شرطة بيعرفهم إن في كمان بلاغ تاني لمنطقة السياحة اتسرق من فوق، ووقع السياح منه في البحر قدام الناس، وطبعا اللي سرق المنطقة مش غريب عننا، أيوه هو بطلنا وفرقة ناجي عطا الله بتاعته عشان يفسح الحتة بتاعته هو وصاحبه ويضربوا السياحة في البلد، لو مش بس كده بيقضوا خروجات وشهري بيخلصوا على مخزون الدولة من اللبس عشان خاطر ست كبسه وست لين، وبالليل بطلنا بيحضر مفاجأة جديدة لحبيبته وهي صواريخ في السما وكاتب اعترافه بحبه بين الألعاب النارية، ولين بتتأثر جدا وبتقول له أنا مش عارفة أشكرك إزاي، أنا رجعت أشوف الدنيا تاني بسببك، وتاني يوم بطلنا بيرجع منطقته القديمة والمرة دي كان عايز يعمل معرض للوحات بتاعته، ودخل على صاحب المعرض اللي زمان استهزأ بيه وطرده قدام الناس، لكن بدل ما توسل ليه زي زمان بطلنا بيرمي القنبلة وهو بيقول له خد 5 مليون وافتح لي المعرض، وصاحب المعرض أول ما سمع الرقم اتجنن وضرب الأمن اللي كان ماسك بطلنا وقال لهم يسيبوه فورا، وبقى شغال تحت رجله مدلكاتي كلب فلوس، وساعتها صاحبه قال له باستغراب احنا معانا فلوس ايه لازمة المعرض، فبيرد بطلنا عليه وبيقول له انا مش بس عايز فلوس انا عايز شهرة، عايز اسمي يبقى في كل مكان وحلمي يتحقق وابقى زي فان جوخ، وفعلا صور واعلانات بطلنا ملت الشارع، لكن اللي كان بيتفرج من بعيد هو عدوه القديم كاند، وكان واقف ومتضايق جدا وهو شايفه بقى مشهور واغنى منه كمان، فالاكس بتاع بطلنا بتقول له هو انت غيران ولا ايه، وكلامه ولع في قلبه اكتر فبينفجر وبيقول لها كلام جارح، فالاكس بتاع بطلنا بتقول له فيا يا عم هو انت غيران منه ولا ايه، وكلامه ولع في قلبه اكتر فبينفجر وبيقول لها كلام جارح وبيسفخ قلم زي الخدامين، بينزل يرخ على خدها زعلت منه وسابته ومشيت، وبينزل هو البسين يلعب في المايه ويبلبط ولا فارق معاه حد، وبعدها على طول بيظهروا اتنين شغالين عنده واضح انهم جايين يبخوا السم في العسل زي ما بيقولوا، وبيعرفوا ان بطلنا ما راحش ولا لوحه ولا حتى كسب ليه نصيب، وانه اتفتحت له طاقه القدر مره واحده من غير سبب، فبيقرر يعمل مع بطلنا الصح وبيكلم ظابط وبيقول له عليه وانه بقى غني مره واحده واكيد هو اللي سرق الفلوس اللي اختفت من البنك، فالكلام بيشعشع مع الظابط وبيقرر يعرف قرار الموضوع ده بنفسه، وتاني يوم بيتعمل معرض لرسومات بطلنا وبيقف صاحب المعرض ينفخ في بطلنا قدام الناس وقد ايه هو فنان فخم في خامه السنين وبيطلع نار من بقه زي التنين والكلمتين دول يعني، وبعدين بيقدم بطلنا بيطلعه على المسرح يحيي جمهوره وبنشوف وقتها كانج وسو وسط الجمهور وكمان الظابط والمساعد بتاعه، وهنا بيسأل بطلنا صاحب المعرض يا ترى ايه رايك في رسمي، فبيرد من غير تردد جامده جدا طبعا، لكن بطلنا ما بيقتنعش وعينه كانت بتقول انه عايز الحقيقه مش المجامله، فبيقول له سيبك من الكلام ده وقول الحقيقه، فصاحب المعرض بيتهرب وبيسيب الكلمه للصحافه، والصحافه برضه بتقول نفس الكلام وان رسمه على الراي منه، لكن مع الوقت بيكتشف ان الحكايه كلها فلوس، صاحب المعرض بنفسه بيعترف له وبيقول له يا سيدي كل واحد فيهم قبض ازاي يقولوا عنك كلمه وحشه، فبتتدخل لين في الكلام وبتقول له طب ايه رايك تعيش وسطهم كواحد عادي يمكن ساعتها تعرف حقيقه، وفعلا بطلنا بيقتنع وبيخطف باروكه صاحب المعرض وبيلبسها وبيتنكر وبيتسلل وسط الناس وبيسال الظباط اللي واقفين يتفرجوا على لوحاته ايه رايكم في اللوحه دي، فبيتوتروا وبيقعدوا يرموا السؤال لبعض، فبيقعد هو يشرح اللوحه وهما بيقولوا يا فكيك من جنبه، وفي نفس المكان بيكون واقف كانج بيحلل واحده من اللوحات، فلين بتقرب وبتساله برضه عن رايه، لكن عشان بيغل بالتريقه بيقول لها دي لوحه زباله، فلين بتزعله وبتقول له ازاي تقول كده دي لوحه جامده جدا، لكن المفاجاه الكبيره لما بتبص وبتلاقي اللوحه دي شبهها بالظبط وان بطلنا كان راسمها هي شخصيا، ومن شدة الكسوف بتجري بسرعة وبتهرب من العيون، وبعدها بيتفتح المزاد على رسم من رسومات بطنة، فبيقف يكلم مع صاحب المعرض وبيلمح وقتها الضابط في وسط القاعة، فبيسأل صاحب المعرض عنهم إذا كان يعرفهم، لكن صاحب المعرض بينفي وهو بنشوفه مرة واحدة في ظهرهم وبيسألهم مين اللي عزمهم، فبيقولوا له غالي والطلب رخيص وبيوروا له كارنيه الشرطة، فبيتلجم وبيسكت، وبيجي للضابط مكالمة بيعرف منها إن الأرقام التسلسلية للفلوس اللي كانت في البنك طلعت هي نفس الفلوس اللي بطلنا اشترى بيها القصر بتاعه، فالضابط بيسحب بطلنا من وسط الناس وبيتقبض عليه والمكان كله بيتقلب والعيون كلها بتكون عليه، الضابط بيسأله ايه علاقة الفلوس اللي اتسرقت من البنك بالفلوس اللي اشتريت بيها القصر، فبيعمل بطلنا فيها عبيط وما يعرفش حاجة، وفي نفس الوقت بيكون المساعد بيحقق مع حكيم اللي بيعمل فيها من بينها هو كمان وبيقول له مفيش إثبات، لكن المساعد بيوري له صور العربيات المسروقة فبيصدم كيم ومش بيعرف يرد، وكذلك الأمر بطلنا القطة بتاكل لسانه لما بيعرف إن العربيات دي بتبلغ عنها هو مش مع الفواتير بتاعتها، فبيقول للضابط إنهم عندهم شغل خاص ويتمنى أي حاجة وفي دقايق هيعملها، فبيطلب منه المساعد عربية فيراري، فبيقول له بس كده أمرها بسيط، وبيطلب منهم ياخدوا جنب عشان يعرف يعمل لهم العربية، وبيستخبى هو وصاحبه ومفيش دقايق وبتسمع صوت العربية، فبيدخل الضابط والمساعد جري وبتصدم لما بيشوفوا العربية وما بيكونوش فاهمين هي جت ازاي وامتى هنا، وبيقرروا يسيبوهم عشان يعرفوا اخرهم، وبيطلع بطلنا وصاحبه للصحافة وبيعرفهم انهم كانوا بيساعدوا الشرطة في حل القضايا اللي بتحصل مش اكتر، وفي قسم الشرطة بيجي لهم بلاغ بسيرة عربية فيريرا حمراء وبتكون نفس العربية اللي مع الشرطة، فبيقرروا يراقبوا بطلنا عشان يفهموا ايه اللي بيحصل، اما بطلنا وصاحبه بيكونوا في البيت معلين وبيقعدوا يفكروا كويس في اللي بيحصل، وبيكتشفوا ان العالم السحري مش بيصنع الحاجات لا ده بينقلها من مكان لمكان على حسب اللي بيطلب، وساعتها بطلنا بتصدم تاني لما بيكتشف ان العين اللي رسمها طلعت هي نفس العين الممثلة المشهورة اللي الاخبار مقلوبة عليها، في
وفي الوقت ده بيلاحظوا إن الشرطة بتراقبهم وبيقولوا لبعض عادي يتفرجوا إحنا مش خايفين، بس أول ما حد بيخبط على الباب بطلنا وصاحبه بيستخبوا زي العيال الصغيرة وبيسيبوا ليل لوحدها، فبتروح تفتح وبتلاقي سوف في وشها وبتسأل على بطلنا وبتدخل وبيكون شكلها باين عليها إن واكلة على محترم من حبيبها كان زلبطة ده، وبتقعد تشرب وتحكي وتعيط طول الليل من زلبطة بيه وإنه قد إيه خنزير وهو اللي عمل فيها كده، وبعدها بتقول له أنا جاي أعتذر لك على كل اللي عملت فيك قبل كده، فبطلنا بيبص لها ودماغه بترجع تلقائيا للذكريات القديمة معاها وبيمسك الإزازة وبيشرب معاها والجو بيبقى شبه اعترافات آخر الليل، بيقول لها أنا كمان غلطان كل تفكيري كان في الرسم واللوحات ما اهتمتش بيكِ، أنتِ كنتِ عايزة تتجوزي وتعيشي حياة مستقرة وأنا كنت باتجاهل مشاعرِك، وفجأة وسط الكلام بطلنا بيبوح بالسر وبيقول لها عارفة عندي قلم سحري وبيقرر يوريها مكانه وبيطلعه يوريه لها، بس اللي ما يعرفوش إن كان سببه خطوة ومركب كاميرا في هدومها من غير ما تحس، وفعلًا بيشوف كل حاجة وبينام بطلنا من كتر شرب الليمون، وتاني يوم بيفوق بصعوبة بعد الشرب اللي شربه، وأول ما بيفتح عينه بيلاقي قدامه لين وصاحبه واقفين، فبيتسرع بيقول لهم إيه الأشكال اللي تاتا الخلف دي على الصبح، وبعدين بيسألهم إذا كانت الشرطة لسه برّه، فبيرد عليه صاحبه وبيقول له لأ طبعًا جوّه وكمان وراك، فبيتصدم وبياخد بعضه جري على الأوضة، فبيدخل وراه أصحابه وبيقعدوا يتكلموا مع بعضيهم ويتناقشوا في اللي حصل، وبيقرر بطلنا إنه يعترف للشرطة بكل حاجة تخص القلم السحري، يمكن ده يفيدهم في القضية، لكن بيعترض كيم على كلامه وبيقول له بعد ما بقينا أغنياء ومعانا فلوس وعايشين حياة الأغنياء عايزنا نرجع للفقر تاني، لا أنا مش معاك يا صاحبي، لكن لين بتكون معاه وبتقول له أنا معاك قلبًا وقالبًا واللي أنت بتقول عليه ده الصح حتى لو مش هارجع أشوف تاني، في الوقت ده بتظهر البلوجر بتاعة كبّسوا كبّسوا وبتقول له إنها كمان مع بطلنا وبتحاول تقنع حبيبها كيم إنه ينضم لهم، وفعلًا كلهم بياخدوا قرار وبيقرروا يقولوا للشرطة على كل حاجة، وبيروح للخزنة اللي فيها القلم وبيجيبها بطلنا للضابط وبيخلي الضابط يوعده إنهم مش هيأذوهم، فبيوعدوهم فعلًا الضباط إنهم مش هيأذوهم، وبيفتح بطلنا الخزنة قدامهم وهوب الخزنة صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، القلم اتسرق وبنرجع فلاش باك لامبارح وبطلنا والإكس من كتر الشرب نايمين وبنشوف كانج زلبطة وهو داخل القصر وفتح الخزنة وسرق القلم وبياخد كمان سوق وبيخرج بيها قدام الضباط على أساس إنها كانت شاربة وهو جاي يروّحها، وبنرجع بقى صديقي من الفلاش باك للحاضر وزلبطة له ورجالته واخدين سوق هليكوبتر وبيطلع القلم وبيقرر يرسم لنفسه أكبر معرض رسم في العالم، وفجأة المعرض بيظهر على أرض الواقع وبيكون حاجة كده ولا في الخيال، وبيتمشى فيه وبيقول لرجالته إنه هيخليه المركز العالمي للرسم وهيعرض رسمه فيه، فرجالته بيطلبوا منه يرسم فلوس كمان وعربيات آخر موديل وقصر كبير أكبر من قصر بطننا، فبيقول لهم أكبر من قصرك إيه؟ طب بصوا الحركة دي، وهوب بيظهر قدامهم إمبراطورية كاملة وبيعرف رجالته إن هو هيكون الإمبراطور في المملكة دي وهم هيكونوا الخدم بتوعه، ولما بيعترضوا بيقول لهم أنا هاديكوا طن من الدهب كل شهر، فبيفرحوا جدا عشان أبوهم وأمهم الجنيه، وبعدين بيقول لهم زلبطة أنا عاوز بنت حلوة جامدة فورتيكا على الفرازة تكون حبيبته، وبيطلع مجلة وبيقول لهم هي دي الحتة بتاعتي، فبيستغربوا هما الاتنين لأنهم شايفين صورة قردة، المهم بيقول لهم لا مش دي، وبيطلع لهم صورة ملكة جمال وبعدين بيرسمها فبتظهر عنده وبتختفي من مكانها، وكل اللي في المكان بيتصدموا من اللي حصل لأن المفروض النهارده يوم تكريمها، وهو بيعرض عليها تكون حبيبته فبترفض وبتستخه بالقلم وبتقول له بقى أصوم أصوم وأفطر على زلبطة، فبيخلي رجالته يضربوه عشان توافق عليه، وبالوقت ده بيدخل عليهم الشرطة وبطلنا وأصحابه وبيحاول بطلنا يمنعه لأن الحاجة اللي بيرسمها مش بتظهر من العدم دي بتتنقل من مكان تاني، فزلبطة بيقول له إيه يعني ده قانون الحياة كله بياخد من كله وبيكون هيرسم فلوس كتير، بس الضابط بيحذره وبيعرفه لو عمل كده هيسجنه، فعشان زلبطة بيبخ على قده بيسأل رجالته إيه اللي مخهم على قدهم يخلعوا إزاي من الورطة دي، فبيقول له واحد منهم إنهم يروحوا القمر فبيقول له لا مفيش أكسجين وبيقعدوا يتناقشوا وسايبين الشرطة تولع من غبائهم، في الآخر بيقرر زلبطة يروح كوكب تاني وبيرسم سفينة فضائية، بس الغريب إنها سفينة الفضائيين نفسهم، وفجأة الجو بيتقلب وبتظهر السفينة في السماء وبينزل الفضائيين على الأرض وهم متعصبين من اللي حصل، والضابط لسه بيقول للمساعد يغطي على اللي بيحصل عشان الصحافة بيلاقوا البلد كلها بتصور ما شاء الله، والفضائيين بيهجموا على بطلنا لأنهم فاكرين إن سبب رجوعهم الأرض وبيمسكوا أسلحة الضباط وبيرموها، لكن بيحاول الضابط يوصل لحل وسط وبيتفاوض معاهم لكن من غير فايدة، والفضائي بيسأل على القلم فبيشاور بطن على زلبطة ورجالته اللي بيكونوا في الوقت ده جوه مدفع من الذهب، بس الفضائيين مش بيسكتوا وبيقلبوا وش المدفع عليهم وبيعملوا منه هو ورجالته هريسة وبياخدوا منه القلم وبيكونوا هيخلصوا عليه، بس بطلنا بيمنعهم وبيقول لهم ان هو السبب في كل اللي حصل وعشان بطلنا كان حقاني وما رضاش بالظلم، الفضائيين سامحوه وهو طلب منهم يرجعوا كل حاجة لمكانها، وفعلا كل حاجة رجعت لمكانها حتى عيون لين اختفت، والمصيبة ان السفينة بتاعتهم كمان بتختفي، فبيقولوا يا فكيك قبل ما يتقفشوا يتحطوا في جنينة الحيوانات، وزلبطة ورجالته بيحاولوا هم كمان يهربوا بالبكاسل بتاعتهم بس الظابط بيجيبهم من قفاهم وبيتقبض عليهم، ولين بتفضل مع بطلنا برغم اللي حصل عشان بتحبه، وكمان بتاعت كبسوا كبسوا بتفضل مع كيم عشان أصيلة، من اليوم ده حياتهم بترجع تستقر من تاني ومدينة الزمرد بتاعتهم بتتشهر بيهم، ده تحديدا بينتهي فيلمنا، نتمنى يكون عجبكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، خلص فيلمنا يا صديقي ونتقابل في مختصر فيلم جديد.